السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة يا رب ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم كده الفيديو بتاع اللي هو التفريزات بتاع رمضان. فأول حاجة كده ندخل على طول على الفيديو، بس أول حاجة نصلي على النبي كده. بصوا، أول حاجة عملتها دخلت كده غسلت الحوضين كده، غسلتهم كويس خالص وحطيت لهم خل. عشان دلوقتي بقى زي ما انتوا عارفين ان انا بغسل اللي هو الخضار بتاعي في الحوض. تمام. حوض بكون حاطه فيه الخضار، والحوض التاني بكون حاطه فيه الحاجه اللي هي هنضف فيها الخضار. طبعا اول حاجه حطيت السداده بتاعه الحوض دي بحطها كده، بتساعدني يعني ان تحس ان حله كده انت حاطه الخضار بتاعك في حله او كده ومعبيها ميه. تمام. السداده دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. بصوا، انا كده حطيت ميه على الطماطم، وطبعا مش هي دي الميه اللي هطلع منها الطماطم على طول وانضفها يعني. لا، انا هصفها اغسلها كده الاول بالفرشه، وبعدين اصفي الميه دي. بصوا، اصفي الميه خالص، هشيل المصفى واعبي ميه جديده نضيفه. يعني انا دلوقتي عايزه انزل الاتربه والحاجات اللي هي يعني الحاجات اللي هي بتاعت السوق دي، الطين والحاجات اللي جايه من الارض، والاسمده والحاجات اللي على الخضار. وبعد كده هروح حاطه السداده تاني كده، واروح اعبي الحوض ميه تاني. تمام. دلوقتي بقى هعمل ايه بعد ما اعبي الحوض ميه؟ هطلع الحاجات. الطماطم دي انا كنت جايباها مش اللي هي الطماطم السلطه وكده، لا، رحت عند الراجل بتاع الخضار وقلت له يعني عايزه طماطم صلصه، عشان طبعا انا عايزه افرزها مش عايزاها للسلطه. فراح هو كان بالصدفة بيطلع يعني هي مش بواقي طماطم، لا، هو كان عنده قفاصة كده وراه بيبيع منها، فكان بيطلع من القفاصة الحاجات اللي هي يعني مش طرية شوية. تمام. اللي هي لو قعدت معاه يعني لحد اليوم بتبوظ معاه، لحد اخر اليوم بتبوظ معاه وكده. فهو كان حاطط سبت كده على جنب بيطلع فيه الطماطم الطرية اللي هي بتتعمل صلصة، بس بيطلعها السبت اللي هو لسه جاي دلوقتي، يعني لسه جايبينه دلوقتي من الشادر ولسه هيبيعوه. فاهميني؟ لقيته بيبيع ال4 كيلو ب10. رحت جايبه بقى، مش فاكره جبت كام ساعتها، ومش جبت الكميه كلها في يوم واحد، يعني انا بقيت انزله على كام يوم، لان ما كنتش اقدر اشيل الصراحه. كنت بنزله على كام يوم، وكل يوم اروح جايبه منه حوالي كام كيلو كده، يعني اجيب مثلا ب20 جنيه مره، ومره ب30، ومره كده يعني. المهم هنا مسكت الطماطم كلها، رحت طلعت منها الحاجه اللي مش نظيفه، وطلعت منها الزر بتاعها ده والحته اللي من فوق بتاعتها دي، عشان يعني بيبقى فيها المكان بتاع الدود وكده، فلازم تطلعيها يعني بصي، شايفه كده، تعمليها بالسكينه كده وتقطعيها عشان ما يبقاش فيها اي ميكروبات وكده. تمام. خلصت الكميه كلها كده اهو. بقى انا طبعا كنت عملت حلتين قبل دول، حلتين كده طماطم، وانا عايزه اعمل كله مره واحده، عشان اللي بيفرز وعارف، يعني الناس اللي بتفرز عارفه ان وقت ما بتيجي تفرزي الطماطم المطبخ كله لازم يتبهدل. صلصه بقى من هنا، على مش عارفه حته طماطميه وقعت هنا، على شويه طماطم وقعوا على البوتاجاز، الطماطم نفسها هي وعلى البوتاجاز بتعمل طرطشه كده بره. اهو بصوا، حطيتها على 3 حلل كده، وحطيت نص كوبايه ميه عليها، وسبتها كده. قلت هسيبها كده شويه، عشان يعني مش مكمله نص كوبايه ميه، ما تكتريش. كنت جايبه هنا فلفل احمر، فرحت غسلته كده وحطيته في السبت بتاعه وشيلته على جنب، وشطفت كده مكان الحوض. وطبعا الحوض انا مش مستخدماه لاي حاجه غير لغسل الخضار في الفتره اللي انا واقفه فيها دي، مستخدماه ان انا اغسل فيه الخضار بس. خلاص، شلت كده الفلفل، وجيت بقى هجيب بقى الخضار بتاعي عشان اغسله، ونبقى خلاص خلصت من الخطوة دي، عشان كمان عايزة استخدم طبعا الحوض في وقت التفريزات ده. لازم الحوض دايما بيبقى مستخدم، والمطبخ كله بيتقلب بمعنى اصح. بصوا، انا بعمل كده وبرتاح بعد كده. جيت هنا بقى كنت جايبه خيار كده، رحت غسلته كده بالفرشه ونضفته، هشيله كده عشان احطه في التلاجة، هسيبه كده شويه، وبعد كده هحطه في باسكت واوديه في التلاجة. في الوقت ده كانت الطماطم خلاص استوت معايا على النار، فرحت جبت الهاند بلندر كده واديتها ضربتين،
وخلاص على كده، ورحت ايه عبيتها في اكياس وحطيتها هي كمان على جنب. وزي ما قلت لكم الفيديو ده مش معمول كله في يوم واحد، يعني انا مش خارقة. الصراحة ما قدرتش اعمله كله في يوم واحد. تمام. فرزت كده الطماطم وشلتها كده في الكياس بتاعتها، وقلت بقى ايه اما اشيلها هسيبها كده شوية يعني لحد ما تهدى. انا سبتها لحد ما بردت وبعد كده عبيتها. وبعد كده رحت كمان جايبة ايه البصل كده، ورحت قشرت البصل كله. كنت جايبة كمية بصل حلوة. وقشرتها كلها كده وضربتها في الكبة. وبرضك ايه هتشوفوا دلوقتي هعمل فيها ايه. الصراحة الخطوتين دول بيريحوني جدا في المطبخ، بالذات في البصل والثوم والطماطم. لما تيجي بقى تطبخ اي طبخة كده تلاقي الحاجة عندك جاهزة، مش بتحتاجي بقى ان انت تبهدلي الدنيا ومش عارفة ايه وانت تتربكي وكده. لا، بتلاقي كل حاجة عندك جاهزة وبتخلصيها في يعني مش في كتير. تمام، عشان انتوا مش عارفين انا بيقولوا عليا سحلفة. طبعا كان لازم الاقي حل لنفسي يعني. تمام. بصوا بقى، هنا حطيت على النار البصلة، وحطيت معاها شوية زيت، وخلاص كده اهي. بصوا كان بعد ما اتدبلت كده البصلة، ورحت ايه معبيها كده في العلب. يعني طبعا سبتها تبرد عشان غلط ان انت تحطي في البلاستيك وهو سخن، الحاجة هي سخنة. سبتها تبرد كده وحطيتها في العلب اللي هي ايه دي علب كانت علب توابل عندي. فرحت كده ايه جمعتها كلها كده، وقلت ايه هستخدمها في التفريز الصراحة يعني. نزلت عشان اجيب الطباقة اللي هي بتاعة التفريز، اللي كنت بجيبها ب20 جنيه 100 طبق تقريبا ولا بكام. رحت لقيتها غالية، غليت ويعني ايه يعني انا عايزة كمية كبيرة، فاهمني؟ فمش هينفع. رحت جبت بس شوية صغننين كده للكفتة للحوم وكده. اما قلت بقى الطماطم والحاجات المستهلكة اللي على طول بستخدمها دي هخليها علب المطبخ، عشان ما يعني تتغسل ويتحط فيها تاني، تتغسل فيها يتحط فيها تاني. تمام. اما اللحوم والفراخ عشان بيبقى الحاجات دي بيبقى فيها جراثيم وكده، فجبت لها الطبقه اللي هي الفل بتاعت البتاع ده اللي هي الفريزر. تمام. خلصت كده، حطيت البصله كلها كده في الحاجه بتاعتها في العلب. وبعد كده رحت ايه جبت الغطيان بتاعتها ورحت غطيتهم كلهم كده. غطيت كل الحاجة عندي. لما اجي اطبخ باخد معلقة كده من البصلة دي كنت حاطة عليها توم على فكرة. باخد معلقة من البصلة او معلقتين وايه، واروح حاطة عليها الصلصة، بتبقى الحاجة سهلة يعني ويبقى عندك وقت كمان ان انت تشوفي شغل البيت وتشوفي الحاجات التفريزات دي. مش في رمضان بس، انا بعملها يعني دايما. لما بتخلص من عندي بحس نفسي ان انا اتدربكت وحسيت كده ان حاجات كتير عليا وشغل البيت كتير عليا. يعني التفريزات حلوة جدا، فيعني اعتمديها، بتسهل عليكي حاجات كتير في البيت حتى لو مش في رمضان. بصوا هنا بقى رحت ايه جبت، كان عندي بقوليات بقى. رحت ايه جايبة الحمص ورحت سلقته كده في حوالي كان زي نص كيلو تقريبا او كيلو. رحت سلقاه في الحلة البريستو. وبصوا رحت جايبة ايه بقى، شايفين المكوة اللي هي بتاعت الشعر العادية، والكياس بتاعت التلاجة. قلت بقى ايه بص، كل حاجة دلوقتي الواحد لازم يوفر يعني. فرحت جايبة الكياس بتاعت التلاجة دي، ورحت ايه بقى خليتهم على 2. يعني انا لما اجي مثلا الحمص ده، لما اجي هعمل اطبخ منه طبخة هاخد منه كيس من الكياس دي، مش هاخد الكيس كله اللي هو بتاع التلاجة الكبير ده. فانا ما كانش عندي الكياس الصغيرة. رحت بقى ايه كان عندي الكياس الكبيرة دي، مش معقولة يعني انا عندي اكياس كبيرة وهنزل اشتري اكياس صغيرة. رحت قلت لا، تعالي يا بنتي صفاء. لما نخترع كده اختراع. ورحت بقى ايه جايبة المكوة كده بتاعت الشعر، وقفلت الكيس واتقفل معايا. بس اهم حاجة تخلي المكوة بتاعت الشعر بقى مش سخنة خالص، اللي هي ايه وسط يعني، لان لو خليتيها سخنة خالص هيتحرق معاكي الكيس. المهم رحت عملتهم كده اهو. بصوا انا هعمل كله بنفس الطريقه. ورحت بعد ما اتقفل خلاص، رحت ايه قصاه كده ومقفلاه كمان تاني. بقى عندي كده ايه كل طبخه فيهم لوحدها اهي، شايفين؟ عشان ما طلعش الحاجه وتفك اهو. بصوا عمل معايا كل ده، مش فاكره هو كان كيلو ولا كام، تقريبا كان كيلو. عمل معايا كل ده. مثلا هعمل كشري، هعمل اي حاجه، اروح مطلعه كيس واروح ايه اعمل بيه كده.
جيت هنا بقى ايه، رحت حطيت برضو في الحله البريستو كله. النهارده حله بريستو، كل الحاجات اللي هتتعمل في الحله البريستو كنت مطلعاها على اساس ان انا هعملها النهارده. تمام. راح كان عندي كده نص كيلو عدس، نص كيلو فاصوليا، ورحت كمان هم من ايه سلقاهم كده، وقلت ايه اشيلهم كده عشان اما اجي الحاجات اللي هي مسبقة التحضير دي بتساعد والله يا جماعة. ده يوم كان يوم تاني، مش نفس اليوم اللي انا عملت فيه البصل والطماطم يعني وكده. خلاص رحت بقى ايه، طلعتها من المية السخنة، رحت حطها في مية ساقعة عشان توقف اللي هي الغليان بتاعها، السوا يعني بتاعها. وخلاص كده، ورحت جايبة كمان كان عندي لوبيا، رحت ايه حطها في اللي هي الحلة البريستو، وقلت ايه احطها ان هي تتسلق لحد ما انا اكيس الفاصوليا يعني وكده. غسلت اللوبيا كده، ورحت حطيت لها ميه كمان، وهقفلها دلوقتي واروح ايه حطها على النار عشان اكسب وقت وانا بكيس. بصوا هي البقوليات مش تاخد 10 دقايق في الحله البريستو، يعني ما بتطولش عن 10 دقايق في الحله البريستو. فانا كنت بحط كده لحد ما اعبي الحاجه في الكياس الاقي الحاجه التانية استوت. فالموضوع ده ريحني جدا يعني في البقوليات. تمام. عملت اللوبيا كده، ورحت ايه بقى قافله الحله، واحطها على النار، واطلع بقى ايه اكيس الفاصوليا معاكم اهو. نفس ما عملت في الحمص هعمل دلوقتي في الفاصوليا اهو، بالمكوه بتاعت الشعر اهو. رحت بقى ايه مقفله كل الكلام ده، شايفين؟ دي طبخه ودي طبخه تانية لوحدها. تمام. عشان انا ولادي مش بياكلوا الخضار كتير، يعني مش بيحبوا الخضروات كتير، فالاكل بيقعد عندي، فانا مش بعمل كتير، بعمل على قد ما هناكل بس. عملت كل اكله كده لوحدها، وهروح اقصها كده واحط ايه كل كيس لوحده. وقت ما اكون عايزه اروح مطلعه الكيس لوحده. لما تعملي على كيس كبير هتيجي لما تيجي تطلعي بقى تخلي الحاجه تفك، وبعد ما تفك تروح مرجعها الفريزر تاني، ودي حاجه مش صحيه يعني. المهم شلت الحاجه كلها كده، ورحت بقى ايه على بتاع ده البوتاجاز. رحت ايه جبت حله فاضيه ما فيهاش اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه، وجبت كان عندي كميه من الشعريه، حطاهم كلهم كده في الحله وهحمصهم. بص البوتاجاز كان اتبهدل خلاص بقى. هحمص كل الكميه اللي معانا بتاعه الشعريه. هنا كان عبال ما عملت الكلام ده كانت دي بقى خلاص خلصت اللوبيا دي، خلاص خلصت كده. وانا ايه كنت اهو شايفين بفتح عليها الميه الساقعه كده عشان اوقف السوا بتاعها، وانا بشوفها عماله ادوق منها اشوفها ايه استوت ولا لسه، لقيتها لا خلاص المهم خلاص كده ايه غسلتها، وهشيلها كمان هي ايه على جنب عشان احط ايه اللي بعده. بصوا سبتها في ميه ساقعه اهو عشان توقف السوا بتاعها. هنا كان في عدس بقى، ورحت ايه حطيته هو كمان عشان يتسلق. لما تيجي تعملي كشري بتلاقي ايه بقى عايز تسلقي حمص، تسلقي عدس وتسلقي المكرونه والرز والشعريه لا بصوا الحاجات دي بتسهل عليكي. رحت جايبه كمان العدس كده سلقته، هما كانوا شويه صغننين يعني. شفتوا الكيس الصغنن بتاع العدس ده انا كنت اصلا واخده منه. تمام. وكان فاضل شويه كده، رحت ايه سلقتهم وقلت اخليهم للكشري بس. وحطيتها كده ما كملتش 5 دقايق كانت استوت على النار. تمام. هنا انا كنت حاطه بقى ايه الشعريه بحمصها، عشان بعد ما احمصها اروح شايلاها في هوريكم انا هعمل فيها ايه. تمام. اللوبيا هنا خلاص كانت خلاص خلصت، رحت بقى اخدها واكيسها زي ما كيست الفاصوليا والحمص وكده. تمام اهو نفس الطريقه بحطها على اكياس، عشان زي ما قلت لكم انا مش باخد الكيس الكبير ده بتاع السندوتشات، مش هاخده كله. تمام. هم انا عملوا معايا حوالي 4 اكياس. بصوا عملت الكيس كده وفضيته يعني على 4. قفلته، وبعد كده بعد ما اقفله هروح ايه معبيه النص التاني. فكرة جميلة يا بنات، وبصوا مخدتش مكان عندي في المطبخ، وانا اول مرة اعملها وايه لقيت ان هي احسن بكتير من الطباقة اللي هي بتاعت الفل. الطباقة الفل بتاخد مكان في الفريزر وايه الفريزر بيتملي معاكي بسرعة.
اما دي ما خدتش اي مكان. بصي تطبقي الكيس كده وتروحي ايه حطاه في اي مكان في الفريزر كده تلاقيه اتحط. خلاص قفلتها كلها كده. اكيد بتتعبي طبعا اليوم ده، بس بترتاحي خلاص طول الشهر كله. بتبقي خلاص بقى واخده بالك من البيت ومن العيال ومن مذاكره العيال وتنظيف البيت وغسيل بص حاجه البيت مش بتخلص. فاحنا ادام لقينا حاجه ممكن ان احنا يعني ايه تسهل علينا شغل البيت نعملها. فانا بالنسبه لي التفريز بيسهل عليا شغل البيت جدا الصراحه. بيخليني اخد بالي من باقي الحاجات اللي في البيت، اخد بالي من كنيس، من مسيح، من توضيب، من مكوى، من مذاكرة الولاد، من حاجات كتير بتبقي عايزة تعمليها وبتسقط منك بسبب ان انت مثلا تدخلي المطبخ تاخدي اليوم كله وانت واقفة في المطبخ. الحاجات دي بتخليكي تشيلي هم المطبخ من عليكي. المطبخ بس المطبخ حرفيا اتبهدل يعني في التفريزات دي اليومين اللي هما بفرز فيهم او الثلاث ايام. بحس ان المطبخ اتبهدل كله على بعضه اتقلب كده. خلاص احنا خلاص خلصنا كده وطلعت العدس اهو وهفضيه. هو مش محتاج يعني، هو هيعمل كيس واحد تقريبا او كيسين، وباقي العدس ده سيبته عشان اليوم ده كنت عايزه اعمل فيه ايه كشري. هنا بقى الشعريه خلاص كانت ايه خلاص يعني هتاخد اخر لون خلاص اللي هو هطفي عليه. فروحت قلبتها كده وخدتها. بصوا عملت فيها ايه سبتها تبرد وبعد كده رحت ايه شايلاها كده في علبه. سهل بقى، هتيجي تعملي رز هتروحي مطلعه معلقتين 3 وتروح حاطه عليهم الرز وخلاص على كده خلص الكلام. هنا بصوا عملت كشري انا واقفه. رحت حاطه ايه بقى، انا اصلا محمره الشعريه وعامله الحمص وعامله اللي هو العدس وعامله كل حاجه. حطيت كله على بعضه في حله واحده وحطيت عليهم المكرونه ورحت ايه مقلباهم على بعض وحطاهم على النار لان ولادي خلاص قربوا يجوا من المدرسه فانا عايزه ايه انجز. هنا بقى كنت ايه رحت جبت البلح عشان رمضان وقلت بقى ايه اغسله كده وكمان ايه احطه في الحله البريستو. انا قلت لكم النهارده الشغل كده في الحله البريستو. تمام خلاص كده وايه غسلت الحله كده وبعد كده رحت ايه بقى غسلتها عشان خاطر كان مكانها العدس فغسلتها وعشان احط فيها ايه البلح. عبيت كده فيها البلح بعد ما غسلته خلاص. كمان كان فاضل كمان شويه تانيين اهما وانا عماله اكل في البلح بقى. وبصوا ايه عايشه حياتي. خلاص خلصت كده الكميه كلها وهحطها بقى على النار واسيبها لغايه ما تستوي. حطيتها على النار واستوت الحمد لله. وجبت بقى ايه العلب دي، كنت العلب بتاعت التلاجة دي، ورحت بقى ايه معبيه كل الكميه بتاعت البلح فيها. عملوا كام واحده؟ عملوا 5 وحدات. تمام. انا قلت ايه هشيلهم كده في الفريزر عشان في رمضان بنسى خالص البلح. يعني اعمل كل الفطار واجي على الفطار افتكر ان ايه البلح ما اتعملش. بصوا عمل معايا 5 علب اهو. تمام هنشيلهم بقى في الفريزر. وجيت هنا بقى ايه هعمل الفول اللي هو ملك السحور. تمام رحت جبت كده فول حوالي نص كيلو فول وحطيت عليه زي كوبايه فول مدشوش ونص كوبايه ايه عدس ورحت غسلاهم كلهم وهنعمله في الحله البريستو مع بعض. خلاص هحط له الميه بتاعته وبعد كده هحطه على البوتاجاز يعني شويه كده ويستوي. الولاد كانوا هنا بيلبسوا وبيجهزوا نفسهم عشان نازلين الدرس بتاعهم وانا كنت شغاله في المطبخ بقى ايه عايزه اخلص. حطيت كده الحله البريستو وقفلت عليها وحطيت ايه الفول على النار. ما كملش يعني حوالي نص ساعه. الفول بياخد وقت يعني مش زي باقي البقوليات. الفول اخد وقت معايا، خد حوالي نص ساعه وايه. وبعد كده رحت جايباه بقى وبعد ما استوى رحت مدياله ضربتين كده بالهاند بلندر عشان ما اجيش كل شويه افضل اهرس في الفول واجيب الهراسه ومش عارفه ايه. لا كله مره واحده. جبت كده زي علبه دي اللي انا بحط فيها الكيس وافضل اعبي فيها. دي العلبه بتاعت الهاند بلندر. بس انا بعمل كده واروح ايه معبيه. رحت بقى ايه جايبه الفول رحت بقى معبيه فيه كده وعملت كل الكياس بنفس الطريقه. جينا هنا رحت بقى عندي سبانخ عايزه كمان هي افرزها. وهي دي كانت كميه يعني كنت جايبه كميه كبيره من السبانخ عشان خلاص الشتاء هيخلص
وانا عندي بنحب، احنا عندنا في البيت يعني بنحب السبانخ. بس رحت مقطعاها كلها كده وايه، وجانا كانت واقفه جنبي كده بتقول بتكلمني على حاجه تقريبا، مش فاكره هي ايه. وبعد كده رحت ايه قطعت الكميه كلها كده، وايه هعمل لها ايه بقى، حط لها ميه سخنه على النار، عشان بعد ما اخلص الكميه كلها اروح ايه حطها في الميه السخنه. هتاخد بالظبط حوالي 3 دقايق على المية السخنة. وبعد كده انا كنت غسلاها صحيح قبل ما اقطعها، كنت معبية الحوض وحاطة السبانخ كلها في الحوض. تمام، حطيت السبانخ كلها في الحوض بالخضرة بتاعتها. يعني انا هنا لما قطعت السبانخ وكمان علشان لما اجي اطلع كيس السبانخ مبقاش مضطرة ان ايه لسه هستنى لما الخضرة تيجي او مفيش خضرة او كده. لا، هتطلعي كيس السبانخ هتعمليه، هتحطي له بس الصلصة والبصل والرز وخلاص، كل حاجة جاهزة عندنا، وشوربة بقى وايه عيش حياتك. خلاص خلصت الكمية كلها كده اهو. رحت واخده بقى الكميه بتاعتي ورحت حطاها فين، في الميه السخنه على البوتاجاز. بصوا، هنا كنت حاطه ميه سخنه على البوتاجاز، حطيتها حوالي 3 دقايق عشان تحافظي على الخضار بتاعها. انا بعمل كده عشان احافظ على الخضار بتاعها. وخلاص بعد ما خدت ال3 دقايق كنت معبيه حله فيها ميه ساقعه، وحطيت فيها ايه السبانخ اللي طلعت كده. هتحافظي عليها خضرة، لو قعدت 100 سنة في الفريزر بتفضل زي ما هي. يلا بقى، باي باي، استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي حبايبي.